أهلا وسهلا فيكم بقناة أفلام الملكة. اليوم رح نحكي عن فيلم اسمه علامات القيامة، بس قبل ما نبدأ بتمنى دعمكم للقناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وإذا عجبكم الفيلم لا تنسوني من اللايك. بيبدأ الفيلم بإمام مسجد وبيكون معصب على الزلمة يلي بده يهدم المسجد ليبني مركز تسوق، وبيعطي الزلمة مهلة أسبوع ليضب أغراضه ويمشي، وبيقول له إنه ملكية الأرض إله وإنه المسجد حيتم هدمه، وبيتركه وبيمشي. وبصير الإمام يصرخ عليه ويقول له الله ما رح يسامحكم. بعدين منشوف بنت اسمها أليف وبتكون مع حبيبها جان بالفندق، وبتقول له إنها ملت من الفنادق، وبتسأله إذا حيطلق زوجته فبيقول لها لا، وبيخبرها إنه عنده مفاجأة لإلها. بعدها منشوف مجموعة من الناس لابسين لبس أحمر مرعب، قدامهم وحدة حامل وفستانها كله دم، وبتقول لهم الله ما رح يسامحكم، وبتزت حالها من على السطح. وفجأة بتصحى أليف مرعوبة وبتكون شافت هالشي بمنامها. وبتكون أليف بتشتغل بمعمل وعندها صديق بيشتغل معها بنفس المعمل اسمه علي، وهي عم تشتغل بيجيها اتصال من جان وبيقلها إنه بده يشوفها بعد ساعة. تلتقي بجان وبيكون مجهز لها المفاجأة، وبياخدها على بناء حلو وبيورجيها شقة مفروشة وبيكون فيها مرايا على شكل هرم ولوحات غريبة وصمديات على شكل هرم وعليه عين وحدة. فبتسأل أليف صاحب الشقة عنهم، فبيقلها إنه هي الشغلات موجودة بكل الشقق وإنه هي أشياء قيمة كتير. وبيقلها صاحب البيت إنه لازم تعرف شي مهم عن هذا البيت، وبيقلها إنه ماله درج، وبيتركوها وبيطلعوا. وهي قاعدة لحالها بتصير تحس بشغلات غريبة وتسمع أصوات، وفجأة بتصرخ بس بتحاول تهدي حالها. وبتكون أليف عم ترتب أغراضها ببيتها الجديد، وفجأة بيندق عليها الباب وبيكونوا جيرانها وبيعرفوها بحالهم، وبتقلها الجارة إنه اسمها فوز وزوجها عادل، وبيعزموها لتتعشى معهم. وهن قاعدين عم يتعشوا بتسألها الجارة عن أهلها، وبتقلن أليف إنه أمها متوفية وأبوها ما بتلتقي فيه، وإنها ما بتحب تحكي عنه أبداً. وبيكون عندهم ولد اسمه دوروك وهو حفيدهم وأهله متوفين وهنن عم يربوه. ولما يجي دوروك ليمد إيده وياكل بتخانقه فوز وبتصرخ عليه وبتقله يروح على غرفته. وبتشوف أليف نفس اللوحات والصمديات عندهم كمان، وفجأة بتشوف الأكل شكله غريب وبتحس حالها تعبانة كتير وبتقلن إنها مضطرة ترجع على البيت. ولما بترجع بتصير تستفرغ وبتسمع أصوات غريبة، فبتروح على الدكتور ولما بيفحصها بيخبرها إنها حامل بالأسبوع الرابع، فبتتفاجأ. ولما بتطلع على إيدها بتلاقي عليها آثار حرق، وبيخبرها الدكتور إنه اليوم هو 18 نيسان، فبتتفاجأ كتير وبتقول له أليف هالشي مستحيل، وإنها كانت هتحتفل بعيد ميلادها ب30 آذار مع جان. ولما بتطلع بتصير تحاول تتصل بجان بس بيكون خطه خارج التغطية، فبترجع على البيت وأول ما بتصل على البناية بتلاقي ناس كتار طالعين من الدرج، فبتستغرب كتير. ولما بتطلع بالأسانسير بتلاقي جارتها وبتسألها الجارة كيفك اليوم، فبتستغرب منها أليف كتير وبتسألها نحن تقابلنا من قبل شي، فبتقلها إيه وجيتي شربتي شاي عندي. فبتسألها أليف إمتى وبتقلها الجارة الأسبوع الماضي. ولما بتجي لتطلع أليف من الأسانسير بتلاقي بوشها شخص شكله مرعب وعينه مضروبة، فبترتعب وبتخبرها الجارة إنه هذا ابن حسن. فبتطلع أليف بسرعة وهي خايفة وبتفوت على البيت بسرعة وبتحاول تتصل بجان على بيته بس بترد مرته، فبتسكر أليف الخط. وفجأة بتلاقي دوروك إجا لعندها وبتسأله إذا بحاجة شي، وبتقله تعال أخدك لعند عيلتك، فبيقلها إنه هدول مو عيلتي. وفجأة بتصرخ عليه فوز وبتاخده وبتعتذر من أليف، وبتتفاجأ منها أليف إنها بتعرف بحملها وبتعصب وبتقلن لا تتدخلوا بحياتي وبتسكر الباب. وبالليل بتتسطح أليف لتنام، وفجأة بتحس حالها مثبتة بمكانها وما عم تقدر تتحرك ولا حتى تصرخ. وفجأة بتلاقي الشبح مرعب جنبها، فبتصرخ وبتصحى وهي بغرفة المدير تبعها، فبيعصب عليها المدير وبيقلها إنه صار لها فترة ما عم تداوم، فبتتفاجأ من حكيه كتير وبتتركه وبتطلع. وهي طالعة بيشوفها رفيقها علي وبيسألها وين كانت، فبتسأله عن تاريخ اليوم وبيقلها الرابع من أيار، فبتتركه وبتمشي. بتروح على البيت وبتفوت لتتحمم، وهي قاعدة بالبانيو فجأة بتسمع صوت وبتلاقي إنه المي صارت كلها دم، وبتصير تصرخ وشي بيسحبها لتحت المي، بس بتقدر ترجع تطلع. ولما بتدور على أغراضها وموبايلها اللي حاطتهم على الأرض ما بتلاقيهم. بعدين بتروح لعند الدكتور وبتقله إنها قررت تأجهض الطفل، بس بيقلها إنه عمر الطفل تجاوز الحد القانوني، فبتسأله عن تاريخ اليوم وبيقلها اليوم 15 حزيران. بعدين بتروح أليف وبتقابل علي وبتخبره إنها حامل وشو صار معها، وإنه جان خطه مغلق، فبيقلها اتصلي على بيته واخترعي أي كذبة لتحاكيه. بتتصل أليف وبتقدر تحكي مع جان وبتخبره إنها حامل، فبينبسط وبيقلها لا تأجهضي وإنه حيبعت لها مصاري، وهو مسافر لمدة قليلة برا البلد وبسكر الخط. وبتكون مرته واقفة على جنب وبتسمع كل حكي وبتصير تبكي. بتعصب أليف وبتطلب من علي إنه يطلعوا بالليل ويسهروا، فبيوافق وبتطلب منه إنه يعمل بحث عن المبنى اللي ساكنة فيه وبتتركه وبتمشي. وفجأة كل العالم بيوقفوا وبيصيروا يطلعوا على السما. بترجع أليف على البيت وأول ما تفوت بتلاقي قطة سودا ببيتها، فبتصرخ من رعبتها وبيندق الباب. ولما بتفتح بتكون جارتها على الباب وبتقلها إنه القطة تبعها هربت لعندها، فبتستغرب أليف. بعدين بتروح أليف مع علي ليسهروا،
وبيكونوا عم يرقصوا ومبسوطين. وفجأة وهي عم ترقص بتشوف جيرانها وشكل العالم يلي عم يرقصوا بيصير مخيف كتير، وبتجي لتطلع، ولما بترجع بتطلع بتلاقي واحد قاعد بين العالم وبيشبه الشيطان، فبتخاف كتير وبتمشي وبترجع على البيت. وهي متسطحة لتنام بتصير تحس بشي غريب، فبتغطي وشها وبتلاقي خيال إيد بيخوف عم يقرب منها، وفجأة بترفع الغطا ما بتلاقي شي، فبتندار لتنام وبيطلع بوشها شبح مخيف، فبتصرخ وبتصحى وبتلاقي حالها بعيادة الدكتور، والدكتور عم يعطيها إبرة. بتصير تسأل الدكتور شو عم تعمل، فبيقول لها إنه ارتفع ضغطها وإنه تهدى شوي، وبتسأله عن تاريخ اليوم، فبيقول لها 10 آب، فبتخاف كتير. بعدين بتطلع إليف وبتكون واقفة جنب الجامع، وفجأة بيصير كل شي بيهتز وبينهدم الجامع، والسما بتصير حمرا والأرض بتنشق، فبتصرخ وبتصحى بتلاقي حالها ببيتها وعم يحكوا بالأخبار عن الزلزال يلي صار، وبتطلع على بطنها بتلاقيه كبير كتير. بعدين بيرن موبايلها وبيكون علي عم يدق لها، فبيخبرها إنه هو عمل بحث عن المبنى يلي ساكنة فيه، وإنه قبلها كان في وحدة حامل ساكنة بالبيت وانتحرت، وزوجها انتقل لمكان تاني وقدر يلاقي عنوانه الجديد، وبيخبرها إنه حياخدها ويحكوا معه ليفهموا شو يلي عم يصير. فبيروحوا لعنده وبيقولوا له إنه أليف سكنت بالبيت يلي كانوا هنن ساكنين فيه، وفجأة بتتعب أليف وبتشوف نفس اللوحات والأغراض عنده بالبيت، فبتترك وبتمشي فوراً. بعدين بياخدها علي على بيته وبيورجيها البحث، وبيقلها إنه اللي عم تشوفها هي جنية مرتبطة بوجود الأطفال، وإنها بتلاحق المرأة الحامل، وحسب قصص الكفار اسمها ريديت. بعدين بيقوم علي ليحضر أكل، وبتخبره أليف إنه هي لازم تطلع من البيت يلي ساكنة فيه، فبيعرض عليها إنه تجي وتعيش معه، فبتوافق وبتروح لتضب أغراضها وبتنزل وبتركب سيارتها، وبيكون علي بهذا الوقت عم يضب الأكل، وفجأة بيحس بشي مرق من وراه، ولما بيطلع له شبح مرعب كتير. وبهي اللحظة بتكون أليف قاعدة بسيارتها تحت بيت علي، وقبل ما تمشي بتلاقي علي وقع على السيارة وهو مقتول، فبتصرخ أليف. بعدين بتروح على بيت جان، ولما بتسأل العامل عن جان بيخبرها إنه جان توفى هو وزوجته. بتنصدم أليف وبترجع على بيتها، وقبل ما تطلع على الأسانسير بتشوف للمرة الثانية ناس عم يطلعوا من الدرج وبصيروا يتطلعوا عليها. بتطلع على بيتها وبتشغل التلفزيون، وبيكونوا عم يحكوا فيه عن علامات الساعة وعن قدوم الدجال. وبتكون أليف قاعدة عم تاكل وهي عم تشوف الأخبار، وفجأة بتلاقي إيديها كلها دم، فبتقوم وبتروح لعند أبوها وبتطلب أليف مساعدته، فبتاخده على بيتها. ولما بيفوت أبوها على البيت بيصير يتفرج على اللوحات وبيحمل اللوحة، وبيقول لها أنتي شو عملتي وكيف عم يمر الوقت، وبيقول لها أنتي ما عم تتذكري الوقت صح، فبتقول له إيه، وبتقول له إنها عم تلاقي الأيام والأشهر عم يمرقوا بسرعة بدون ما تحس. فبيقول لها أبوها إنه ما بتقوم الساعة لحتى يصير الشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم كساعة، وبيقول لها إنه البيت مو مسكون، المسكون هو أنتي. وبصير أبوها يقرأ والضوء بصير يشعل ويطفي، ولما بيندار على أليف بيلاقي شكله مرعب، وبتصير تهجم عليه وهو بصير يتعوذ من الشيطان. وبالواقع بتكون بنته عم تطلب منه المساعدة ومو فهمانة شو عم يصير مع أبوها، وبيتفشى وبيطلع وبيقول لها أنا ما فيني ساعدك. وبتفوت أليف على البيت وبتضب أغراضها وبتمشي، وهي طالعة بيسحبها شي وبيرفعها لفوق، وبتصير تصرخ وبتشوف وحدة شكلها مخيف كتير. وفجأة بتصحى وهي بالبيت وبتلاقي دوروك جنبها، وبيقول لها لأليف قبل ما يمشي بصوت خافت لا تتركيني، وبيروح. وبعدين بتكون واقفة أليف بالبيت وبتحس بشي غريب عند الخزانة، فبتروح وبتزيحها وبتلاقي وراها مرسوم على الحيط نجمة الشيطان، فبتعصب كتير وبتضرب الحيط وبينسقب الحيط، وبتطلع وبتحس إنه في وراه شي، وبتلاقي باب بتفوت عليه وبتلاقي خيال لعالم موجودين وبيناتهم في واحد له قرون، وأول ما بتفوت بيوقفوا، فبتخاف كتير وبتطلع فوراً، وبتصير على باب بيوديها على مدخل البناء، فبتركض لتطلع بس بتلاقي باب المبنى مقفول، فبترجع بتفوت من الباب يلي طلعت منه بالممر، وبتنزل لتحت وبتصل على حيط في فتحة. ولما بتطلع من الفتحة بتلاقي مجموعة من الناس لابسين أحمر ومربطين 5 بنات وعم يعملوا عليهم طقوس، وبيجي الزعيم تبعهم يلي بيكون لابس أسود وبيمسك قطة وبيذبحها، وبعدين بياخدوا وحدة من البنات وبيحطوها بالدائرة تبعهم. وفجأة بتصحى أليف وبتلاقي حالها مربوطة على التخت وعينها مضمضة، وبتلاقي الدكتور وجيرانها جنبها، وبتقول له للدكتور أنت كمان منهم؟ فبتصير أليف تصرخ وتترجاهم ليتركوها، وبترفض إنها تولد. فبتقول الجارة إنه من 9 شهور في إمام ندر وتوسل وصار يدعي مشان ينقذ المسجد تبعه، بس ما قدر يعمل شي، وكان آخر حل عنده إنه إجا لعندهم وعمل سحر. وبتقلها إنه بالكتاب تبعكم السحر حرام، وهو كان مستعد ليكون أضحية، بس هنن ما كان بدهم إياه إله، فقرر يضحي بجزء من روحه ودمه يلي هنن بنته الأصلية وخلاها هي الأضحية. وبيعطيها الدكتور مهدئ وبيطلب منهم إنهم يطلعوا وبيطمنهم إنه ما فيها تهرب. وفجأة بيجي أبوها لعندها وبيفك لها إيديها وبيحاول يهربها، وفجأة بيطلع شبح مرة مرعب وبيقتل أبوها، فبتطلع أليف وبتصير تحاول تمشي لتهرب. بعدين بنشوف باب الأسانسير انفتح وأليف مرمية على الأرض وفستانها كله دم، وبتجي فوز وبتكون لابسة أحمر
وبتاخد الطفل وبتمشي، وبيبلشوا يعملوا عليه طقوسهم وعم يحتفلوا بولادته. وبتزحف لعندهم إليف وهي عم تنزف، وبتصير تصرخ وتقولن إنه هذا طفلها. وبعدين بيجي لعند الزعيم تبعهم وبيكشف عن وشه، ومنعرف إنه جان هو زعيمهم. ومنرجع بمشهد من الماضي ومنشوف إنه الشخص يلي كان عند أبوها وبده يهدم المسجد هو جان. ولما بتشوفه إليف بتصرخ بقوة وبيخلص الفيلم. ولهون بتخلص قصة الفيلم. وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.